السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حكايتنا. النهارده معانا شويه اخبار سريعه، هنتكلم عن النادي الاهلي وهنتكلم عن نادي الزمالك، نتكلم عن نادي مانشستر سيتي وعن تعاقدات النادي الاهلي. انا قلت لك ان النادي الاهلي هيتعاقد مع اللاعب التونسي محمد داود، وخلاص اللاعب جه القاهره وفعلا ومضى، بس لسه ما اعلنوش بشكل رسمي عن الصفقه. وكمان قلت لك ان كريستيانو رونالدو هيروح النصر بنفس المبلغ اللي انا قلته لك، هو المبلغ. يا ريت لو انت لسه بادئ الفيديو ما تنسناش بالفولو وما تنسناش بالقلب، واكتب لنا تعليق حلو كده علشان نكمل. مالكش دعوه مالكش دعوه. يلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا. النادي الاهلي كان بيلعب مباراه امبارح مع نادي انبي وفاز على نادي انبي بهدفين مقابل لا شيء. سجل الاهداف كل من اللاعب اليو ديانج واللاعب محمد مجدي أفندي. النادي الاهلي في بدايه الشوط الاول ما كانش احسن الاشواط، كان شوط سيء جدا بسبب الفرص اللي كانت بتضيع من لعيبه النادي الاهلي، وكمان عدم التركيز فوقان لعيبه نادي انبي في الشوط الاول هو اللي خلى نادي انبي يمنع النادي الاهلي من التسجيل في الشوط الاول. مع بدايه الشوط الثاني النادي الاهلي شكل تاني، طعم تاني، زي ما ايمن الكاشف ما بيقول، وبيفوز بهدفين مقابل لا شيء، ولكن بيعود بالاداء بتاع النادي الاهلي. بيضيع كتير، ولكن بنتمنى ان النادي الاهلي يحسن الكور اللي بيضيعها. الاهلي بيضمن صدارته في المركز الاول ويبتعد عن نادي الزمالك ب5 نقط بسبب تعادل نادي الزمالك مع نادي الداخليه. الداخليه سجل في الدقيقه حاجه 40 الهدف الاول، اصبحت النتيجه 1-0. الماتش مشي والزمالك عمال يشوط والكوره مش ماشيه معاه. الزمالك ضيع جوان كتير، اكيد طبعا اهلي الزمالك خسرانين لازم يضيعوا كور كتير جدا عندهم. هيحاولوا محاولات كتير جدا علشان يحاولوا هم يحسنوا النتيجه ويفوزوا، ولكن في الدقيقه 95 اعتقد ان دي كانت ضربه جزاء، ولكن الحكم ما حسبهاش، جابت الركنيه وسجل منها الزمالك وتعادلوا، بقت النتيجه 1-1. بشكل رسمي ضم اللاعب فتاح من نادي سموحه لنهايه الموسم على سبيل الاعاره، ببند في العقد اللي هو لو النادي الاهلي عايز يشتري اللاعب هيشتريه. كمان النادي الاهلي بيفاوض نادي حرس الحدود عقد مع اللاعب من عندهم، ولكن عايزين 40 مليون جنيه. لو انت عارف مين ده اكتبوا لنا في التعليقات. في 2018 لما كان عندنا ميدو جابر وكان عندنا احمد حمودي وكان عندنا عمرو مرعي وكان عندنا عدد كبير جدا من اللعيبه ما استفدناش بيهم استفاده، مش عايزين الحاجات اللي حصلت دي تحصل تاني. النادي الاهلي عايز لعيب عالمي، تمام، يكون نجم من الاخر. بقى لمانشستر سيتي والدوري الانجليزي اللي مولع نار، نادي مانشستر سيتي بيفوز على تشيلسي بهدف 0 وسجل اللاعب محرز الهدف. لو وصلت لحد هنا ما تنسناش بالمتابعه والفولو وكمان التعليق علشان تدعمني باي حاجه علشان انا اكمل ونستفيد.